ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. النهارده الفيديو هو ملف شائك عن الساحرات الشريرة. احنا عايزين نعرف الحقيقة والقصة الكاملة والصورة الواضحة عن حكايتهم وبدايتهم، وزي ما عودتكم في فيديوهاتي اكشف لكم عن اهم الاسرار والخفايا اللي محدش يعرف عنها حاجة. قبل ما اكمل الفيديو ما تنسوش لايك والاشتراك وفعلوا جرس الاشعارات عشان اي قصة بنزلها توصل لكم على طول. يلا بينا على الحكاية. في موسم الهالوين بنلاقي ان الزي التنكري للبنات طاقية سودا كبيرة، عباية او فستان رمز للساحرة، هي دايما رمز للرعب. دايما الطاقية بتكون طويلة. يرجع الشكل ده لطاقيات المومياوات اللي تلاقوها في الصين، وكانت لنساء من القرن الرابع قبل الميلاد، وبيعتقد انهم كانوا ساحرات. ارتبط كمان شكل الطاقية ده بجماعات دينية في اوروبا في القرون الوسطى، اشهرها جمعية اسمها اصدقاء المسيحية، اللي بعد كده اكتشف الناس انهم من الهرطقة، والهرطقة دي اللي هي الجماعات اياهم بتوع الماسونية وعبدة الشيطان، اللي انا عملت عنهم فيديو تفصيلي قبل كده، انصحكم بجد تشوفوه هتستمتعوا جدا. المهم في نظرية تانية ان الزي ده كان لنساء كبار في السن بيصنعوا مشروبات الشعير في قرى اوروبا، وفي علماء ربطوا المكنسة الخشب اللي هي المقشة الخشبية بتاعت الساحرة بطقوس غريبة اسمها الخصب الوثنية، وفي الطقوس دي كان المزارعين بيرقصوا على المقشات وكمان اغصان الشجر الصغيرة المتقطعة، ان كده الارض هتبقى خصبة اكتر والمحاصيل هتنمو اسرع. القطط وبالذات السوداء هي اصلا رمز للهرطقة وعبدة الشيطان. بدأت الكنيسة الكاثوليكية حاجة اسمها محاكم التفتيش عشان يفتشوا على الهرطقة وعبدة الشيطان والعالم دي اللي هم يعني مش ماشيين على المذهب بتاع الكنيسة الكاثوليكية بمعنى اصح. في الوقت ده كان السائد اي مرض يصيب الانسان هو من صنع الشيطان. الناس بتتجه للساحرات والدجالين انهم بيشفوا الناس من الامراض. الكنيسة عايزة تقبض عليهم عشان تحتكر هي المعرفة والشفاء، فيعملوا ايه؟ يجيبوا اي واحدة مشتبه فيها على انها ساحرة ويجمعوهم مع بعض، لكل المشتبه فيهم مع بعض، ويربطوهم ويرموهم في غابة ضلمة، ويجيبوا اعواد واغصان من الخشب ويرموها عليهم، يشعلوا فيهم النار ويموتوهم محروقين وهم احياء. وفي الحقبة الزمنية دي انتشرت جماعات على انهم صائدين للساحرات، بيخطفوا اي ست مشتبه فيها او حتى بس شاكين فيها، لا ممكن تكون بنت صغيرة ويتهموها على انها ساحرة لمجرد انها عالجت حد او بتعرف في الاعشاب. فكده نفهم ان العصور دي هي عصور اضطهاد كبير جدا ضد المرأة. بدأت تظهر معتقدات دينية لكره المرأة، تصويرها انها خادمة للشيطان، ومن هنا ظهرت النسوية وحركاتها. وفي العصور اللي بعد كده بدأوا يستخدموا رموز الساحرات دي في المظاهرات والحركات النسوية للمطالبة بحقوق المرأة والحاجات دي. يعني مع ظهور الحركات دي ظهرت معاها طقوس غريبة تانية، عملوا لها ديانة اسمها الويكا، وكانت منتشرة قوي في السبعينات في الولايات المتحدة وأوروبا. بيقولوا إنهم بيكرموا الإلهة الأم الأولى، ودي حركات وثنية جديدة تبع الجماعات اللي احنا اتكلمنا عنهم كتير في الأول. معظم القصص والحكايات عن الساحرات كانت في الأرياف، ودي أحسن الأماكن لظهور الأحداث الخارقة للطبيعة، الأماكن المسكونة وكمان الساحرات. ودي كانت العصور الوسطى في أوروبا، جهل وتخلف ومرض وكمان تعذيب، ده كان العصر الذهبي بتاعه. وتعرف كمان بأبشع الممارسات الدينية اللي من ضمنها قتل الناس واكترهم النساء، ومن كتر تعذيبهم كانوا مجبورين يعترفوا على نفسهم بتهم هم ما عملوهاش غير منطقية، زي انهم بيعيشوا مع شياطين وبيطيروا بمقشات بالليل، يحولوا نفسهم لقطط وتعابين سودا. لسه المعتقدات دي موجودة في افريقيا لحد دلوقتي، لسه بيحرقوا النساء لنفس التهمة، وده في القبائل الافريقية. المهم نرجع تاني لأوروبا. بريطانيا واسكتلندا واستعمرت ماساتشوستس موجودة في أمريكا. هو الأماكن دي في الزمن ده
مش بيفكركم بأحداث كده؟ جماعات خطيرة جدا ومنظمات كده اتكلمنا عنها من زمان. المهم كانت الساحرات هم المسؤولين عن الأمراض والأوبئة والعواصف، لا وهم كمان اللي بيقتلوا في الأطفال، وهم اللي بيقدموا قرابين للشيطان، وهم سبب خطفهم واختفائهم. يعني الستات الكبار والبنات والنساء كلهم هم المسؤولين عن خطف الأطفال والرموز الشيطانية الغريبة اللي ساعات كان الناس في القرى والغابات بيلاقوها، ويلاقوا كمان معاها جثث الأطفال متقطعة ومترمية في كل حتة، وساعات كانوا بيلاقوا أنهار من الدم بتجري في جميع أنحاء القرية بدون سبب. فراحت الكنائس في الوقت ده عملت محاكم التفتيش في القرنين ال15 وال16 الميلادي. يعني الناس فضلت بالحالة دي لمدة 200 سنة، هي فعلا عصور الظلام. عملوا بقى زي فرق من الكهنة والرهبان للكشف عنهم وحرقهم. أنا مش عارفة ليه تقريبا كلهم نساء، ومن الواضح إن التهم دي على مزاج المفتشين. وكمان بيعملوا إيه بقى؟ بيقولوا عشان يعرفوا ان دي ساحرة ولا لأ لازم يعملوا حبة حاجات كده، فبيجيبوا المشتبه فيها وبيتم تجريدها من ملابسها، وبيتم حلاقة شعر راسها بالكامل، يعني بيخلوها قرعة، وبيفتشوا في جسدها بدقة شديدة. طب هما بيفتشوا على ايه بالظبط؟ بيفتشوا على علامة الشيطان. عبارة عن ايه علامة الشيطان؟ هي عبارة عن اي عيوب في الجسم، وحمة، حبوب البشرة، جرح قديم او حرق، علشان يثبتوا التهمة عليها، اساس ان ده ختم الشيطان على جسدها. بس لو الضحية حظها وحش وما عندهاش اي علامة ظهر، او قاضي التحقيق ما عجبوش العلامة، بيجيب المساعدين بتوعه ويمسكوا الضحية ويكتفوها، وبيجيبوا دبابيس رفيعة وطويلة يفضلوا يشكوا بيها على جسم الضحية عشان يلاقوا ثقب او مكان في الجسم يشكوه ويغرسوا فيه الدبوس ما ينزفش وما يوجعش الضحية. وكل ده على اساس ان الشيطان ممكن يختم العلامة بتاعته بطريقة مخفية، فممكن تكون ساحرة وما تتكشفش. وعشان يتأكدوا أكتر في طريقة تانية، طريقة التغطيس بالماء. بيجردوا البنت المسكينة من هدومها ويرموها في المية، لو غرقت ونزلت بجسمها لقاع المية تبقى بريئة، لكن لو ساحرة جسمها هيطفو على وش المية. طبعا لو غطست بعد مدة كده بيسحبوها بالحبل، لان هي بتبقى مربوطة، وكمان هما بيبقوا ماسكينها بحبل عشان لو غطست يروحوا سحبينها على طول، قال يعني ينقذوها لو بريئة. المشكلة ان الاغلب الضحية بتموت غرقانة اصلا، وطبيعي لما حد بيموت غرقان جثته بتطفو على وش المية، فحتى بعد موتها بيحرقوها للأسف. دايما المتهمة لازم هي تعترف على نفسها بلسانها وتقول قدام الناس كلها ان هي ساحرة. بس ازاي حد هيعترف على نفسه؟ اكيد طبعا لازم نعذبه ونجبره على ده بأي طريقة، لازم تعترف على نفسها. بيجيبوا المتهمة وبعد ما خلاص وقعت عليها التهمة، اولا بيجيبوا كماشات حديدية تتحط على النار وتتسخن لحد ما يبقى لونها احمر ذهبي، ده معناه ان هي كده بقت جاهزة، وصلت لأعلى درجة من السخونة. وبيكتفوا المتهمة، بيمسكوا ايديها ويجيبوا كل صابع بالكماشة ويخلعوا بيها من كل صباع الضافر بتاعه، بيخلعوا الضافر من الصابع الحديدة السخنة، وده في الايدين والرجلتين. وطبعا مش هوصف لكم كمية الدم السخن اللي بينفجر في كل مكان، انفجارات من الدم، الصريخ من الضحايا اللي بتتعذب من الألم. بيغرسوا الكماشة الحديدية في جلدهم ما بين الضافر واللحم ويشدوا الضافر بكل وحشية. وكمان كانوا بيعينوا عليهم حراسة يخلوا السجينة ما تنامش لمدة 4 و5 أيام ولا يغفل لها جفن. حتى على فكرة حتى الرجال برضو ما سلموش من ايديهم، اللي مش على مزاجهم بيضطروا برضو يلفقوا لهم التهم دي بالتعذيب. بيحطوا فوقه حجر كبير جدا يكاد يكون ضخم، يحطوه على الشخص، يعني الشخص بينام على ظهره ويحطوا الحجر ده على صدره. فالبني آدم ده قدامه طريقين، يا يموت من التعذيب يا بيضطر يقول ان هو عمل التهمة دي. في قرب نهاية عصر مطاردة الساحرات اخترع المفتشين الألمان طريقة جديدة كرياتيف، تعذيب جديدة. بيجيبوا قطع الكبريت ويحطوها بين أطراف المتهمين، بين صوابعهم، بين بقهم ورجليهم، ويشعلوها. نيران الكبريت صعبة جدا في انهم يطفوها حتى لو جابوا جراد المية، فبيفضلوا كده لحد ما أجسادهم تتحول إلى رماد.
حتى الأطفال مسلموش من التعذيب في هوس مطاردة الساحرات، فبيتم تعذيب الولاد من سن 10 سنين، بنات من سن 9 سنين بيعذبوهم كمان علشان يعترفوا على أهلهم إنهم بيمارسوا السحر. كانوا بيجلدوهم يضربوهم بالكرابيج. في الوقت ده شكلهم كانوا بيحبوا دراكولا، فعملوا زيه، لا وأفظع منه كمان، عملوا غابة مليانة بالخوازيق عشان يعذبوا فيها النساء والأطفال، دول تقريبا أبناء دراكولا. جاء الزمان الذي يرى فيه الأطفال آبائهم وأمهاتهم يحرقون أمام أعينهم، وأخذت الحيوانات كمان نصيبها من الهوس الديني ومطاردة الساحرات، فاعتقدوا أن الحيوانات بتساعد الساحرات، وكمان هم عندهم القدرة على التحول لأشكال الحيوانات زي الخيول والغربان والبوم، وطبعا القطط السوداء هي عبارة عن ساحرات متحولة، فكانوا بياخدوهم ويحرقوهم لحد ما تقريبا كانوا هينقرضوا. حابة في نهاية الفيديو احكي لكم واحدة من اشهر القصص الحقيقية اللي حصلت. في واحدة من الليالي اللي غايب عنها القمر سنة 1540 ميلادية في لينكولنشاير بإنجلترا، واحد من المزارعين وابنه شافوا كائن اسود صغير بيجري بسرعة، فخافوا منه ورموه بالحجارة، فلقوه قطة سودا صغيرة اتعورت من الحجر اللي رموها بيه، ومشت وهي بتعرج اتجاه بيت ست عجوزة كانوا شاكين انها ساحرة. تاني يوم الصبح شافوا نفس الست وهي طالعة من بيتها، وكان وشها مجروح، ايديها ملفوفة بضمادات، وكانت بتمشي وهي بتعرج. طبعا اتأكدوا انها ساحرة، كانت متحولة في شكل قطة الليلة اللي فاتت اللي رموها بالحجارة. ومن الوقت ده اي حد من اهالي المنطقة دي بيشوف اي قطة سودا بياخدها ويحرقها. وفي العصر الحديث افترض بعد كده العلماء والباحثين بسبب انتشار الأوبئة وبالذات الطاعون شكل متكرر في المدن الأوروبية في العصور دي سبب مطاردة القطط وقتلهم، وده أدى لشبه انقراض للقطط السوداء في أوروبا وفي المدن دي كلها. أما اختفت القطط زاد انتشار الفئران، والفئران هي السبب الرئيسي لانتشار مرض الطاعون. العامل المشترك ما بين كل الضحايا دي انهم ناس وبالاخص نساء فقراء او من عامة الشعب، وكمان كان كل ده تحت غطاء ديني، لكن في الحقيقة الهدف الوحيد هو المصالح. طب وايه المصلحة من الدمار ده؟ حتى الحيوانات ما سلمتش منهم. المصلحة هو إبادة البشر او تقليل من عددهم وإتاحة كل الموارد لفئات معينة بس، وهما النبلاء والطبقة الراقية، وكلهم طبعا من المنظمات إياهم. أصل استحالة كل ده مش مخطط ليه، استحالة كل ده يبقى بعشوائية. ولما تفتحوا قناتي وتتفرجوا على الفيديوهات بنفسكم هتعرفوا إن الأحداث دي كلها متناسقة، يعني نفس الزمن بنفس الأماكن اللي تمت فيها كل حاجة. والفيديوهات بتاعتي كلها بتتكلم عن المنظمات الماسونية وبداياتهم وتأسيسهم على ايد فرسان الهيكل، فهتكتشفوا بنفسكم ان الاحداث دي كلها متناسقة مع بعضها وتقريبا كلها حصلت في نفس الزمن. وعشان تعرفوا ايه اللي حصل من الاول خالص هسيب لكم لينكات كل الفيديوهات المهمة تحت في صندوق الوصف، افتحوها واتفرجوا عليها، بجد هتستفادوا كتير وهتعرفوا الحقيقة الكاملة. وانا كده خلاص خلصت. هسيب قدامكم على الشاشة المصدر اللي جبت منه كل المعلومات دي عشان لو حابين تبحثوا عنه اكتر. وبس كده وسلام.